ياه، يا حبيبي يا بابا، لسه عوايدك زي ما هي، نفس القعدة. يا رب. يا رب يا ابني يا اوسكار تيجي بالسلامة يا رب. يا رب يجي مقبول الخاطر. 5 سنين في الغربة يا بابا، وارجع الاقيك في نفس المكان، اسافر مهما اسافر الاقيك برضه عوايدك هي هي. ومش عارف ليه كمان مطلعلي في المكان اللي بحب اقعد فيه. اكيد محضرة حاجة، اكيد في حاجة. يا رب تبعت اوسكار يا رب، هو اللي هينجيني منهم ومن طريقتهم. دي هتبقى احلى مفاجأة يا بابا ان انا اقابلك في المكان ده اللي ياما ربتني فيه. يا رب يا اوسكار تصدق المرة دي بقى. 4 مرات يا بتقولي هنزل الاسبوع الجاي هنزل الاسبوع الجاي وما بتنزلش. يا رب تصدق المرة دي بقى وتنزل. اختك ناوية على شر، مش ناوية هي يا بابا يا حبيبي. اهلا يا ليل. بقول لك يا بابا، نعم. كنت عايزاك في موضوع كده يا حبيبي. قولي يا حبيبتي. بص يا بابا، خد امضي يا حبيبي على الورقه دي من غير ما تقرا يا حاج، دي ورقه لا لا لا، تنازل عن املاكك. مش همضي. مش ايه يا حاج؟ مش همضي إلا لما اوسكار يجي. لا، ما انا هقول لك على حاجه. انت كنت ثانيه يا عبد الرحمن، انا اسفه. كده ولا كده اوسكار ممكن واحتمال اكيد هيجي النهارده، فامضي قبل هو ما يجي. تمام ولا مش تمام؟ مش همضي عشان ده حقه زيك، ما بل هو انت بالعكس بقى يا هو حاج. ليه اكتر منك. بص يا حاج، انت لو ما رضيتش دلوقتي، اوسكار ابنك اللي انت بتتكلم عليه ده لما يرجع من السفر مش هيلاقيك، مش هيلاقي لك وجود. عارف هوديك فين؟ هاخدك احبسك في اوضه لحد ما يبان لك يا صاحب. عبد الرحمن ليه ما يبان لك صاحب ينفعش، اصلا؟ ابويا ده بردك. بقول لك يا بابا، امضي يا حبيبي كده على الورق، وانجز كده بانجاز، لان انت هتمضي صدقني. ماشي كلامك صح. هتمضي انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ اوعى سيب الورق. مش همضي الا لما يجي اوسكار. انت بتعمل كده ليه مش همضي الا لما يجي اوسكار. انا عارفه هو ان انت انت عايز تدي كل حاجه لمحمد. هو انت مش كل استجرأت حاجة. وفتحت الورق؟ تاخدي حقك وياخد حقه. ياخدوا حقه وتاخد حقه. طب بقول لك ايه يا حاج، الورق ده هيتعمل غيره وهيتجاب غيره ودلوقتي، وهتمضي اجبارا وغصب عنك. مش همضي. عشان كده بقى مخرجاني الحته اللي بتحب تقعد فيها. وتعالى يا بابا هروق عليك، وتعالى يا بابا خد راحتك، وتعالى يا بابا. انا قلت في حاجه، والله انا شكيت، قلت دي وراها حاجه. وغلاوة ابنك الغالي اللي انت مفضله عليا في كل حاجة، واديته مصاريف سفر وعملت معاه كل حاجة حلوة. لا وجوزتك هتمضي. وجوزتك. ايه يعني جوزتني؟ الابهات كلها وايه يعني بتجوز عيالها. سفرته؟ زي ما ايه يعني جوزتك؟ ايه يعني سفرته لا دي؟ انت سفرته وشقة وعفش ومجهزه من مجاميعه. زي اوسكار ما واقف على جهزتك من العروسة. مجاميعه. زي ما والله. جهزتك كده من مجاميعه. طب بص بقى يا حاج، انا هروح اجيب ورق دلوقتي وهتمضي. ده بيتكلم ليه؟ ما انا بتكلم ليه؟ عشان بيتكلم ما توطي ليه؟ صوتك يا عبد الرحمن، بلاش فضايح هنا في الشارع. ايه ده يا عبد الرحمن، ما تتدخلش. بقول لك ايه يا حاج، هروح اجيب ورق تاني وارجع لك، هتمضي يا ما ابويا. تتعبيش نفسك. اما نشوف، كده ولا كده 10 دقايق وهرجع لك اقول لك تاني. على حاجه، انا في طريقه هخليك تمضي بيها، اجباري مش عارفه اختياري. الغلطه الوحيده اني جوزتك لواحد زي ده. ما هي دي بقى الغلطه الوحيده، ان انت جوزتها لواحد زي ده، بس هخليك تمضي برضه. تمام. عارف الغلطة الوحيدة فين يا حاج؟ ان انت لما ربيت الولد، ما ربيتش البت. صح. فالبت عندك طلعت اوحش من الولد، صح. عشان انت وحش. لا لا لا، عشان هروح انت. اجيب الورق انت واجي. اللي بقول جواكي لك ايه وحش. ليه، خليكي جنبي لما يروح هنا ولا هنا ويشغل ما دماغه، قصرتش معاكي وانا هروح اجيب الورق واجي. وجهزتك على اكمل وجه وما قصرتش معاكي. هو انت كل ما ورغم تكلمني كده يتلعب في ودانك من واحد زي ده، وتيجي تروح ما جايه تجيبش سيرة جوزي على على ابوكي. لسانك. يا والله. ايوه، ما تجيبش سيرة جوزي لكن على هو يجيب لسانك. سيره ابوك عادي. وانت يا عبد الرحمن مالكش دعوه، الموضوع ده يخصني انا وابويا. لا 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 بص يا حاج، عشان بس تكون في الصوره معايا، زي ما قلت لك، انت اما جيت ربيت الواد وما ربيتش البيت. لو ربيت البت بس لا البت ما للاسف ربيتهاش. الواد تمر فيه، البت ما تمرش فيها. فعلا عندك حق، تحسب بس عايزه كده. اقول لك على حاجه، ان اه. انت ما جبتش عليا بحاجه ما ولا جبت لي جبتش؟ حاجه. ايوه، ما جبتش عليا امال مين اللي بحاجه. جوزك؟ ايه المشكله؟ كل الابهات بتعمل كده مع عيالها. وكل العيال عايزين ياكلوا حق اخواتهم كده عادي زيك. لو ليهم اب زيك ولو ليهم اخ ليه اناني زي قصرت معاكي؟ محمد، قصرت يبقى معاكي في ساعتها حاجه؟ هيفكروا في كده. انا قصرت معاكي في حاجه؟ قصرت. عشان الطمع يملى قلبك لا، كده؟ احنا مش هنقف نحكي في الشارع وقدام انت الناس. بني ادمه طماعه. مش مشكله. وعايز تاكلي حق اخوكي. مش مشكله. يعني اكلت حقوق. يعني اصلا تربيتي ما تمرتش. يا خساره. يا خساره يا بنتي. خلصت يا حاج؟ خلصت. طيب هروح خليك- بقى اجيب الورق وارجع. لا ما يا تتعبيش ليه، نفسك انت بقى. هتقعدي انت جنبيه هنا لما يشغل دماغه زي ما قلت لك، وانا هروح اجيب الورق. اقعد جنبه فين؟ ما هو متنيل قاعد اهو، ولا بيروح ولا بيجي. يلا بينا نايل هروح. قاعد. اه.
حاضر. قله ماشي. ادب بقى يا حاج. ما انت تقولي ما انا قلت لك انت ما ربيتش. صح صح. يلا استأذنك بقى يا بينا. حاج عشان الجو شمس. يلا بينا يا عبد الرحمن. هو ايه اللي انا سمعته من ليلو وعبد الرحمن ده بجد؟ بيعملوا كده في ابويا؟ ليه كل ده؟ بابا اوسكار 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 وحشتني قوي يا بابا، وحشتني قوي يا اوسكار، بابا. الحمد لله سلامتك. اخيرا صدقت وجيت يا ابني، اخيرا صدقت وجيت. كنت عارف ان عوايدك هي يا بابا، الحمد وهديك نفس لله يا رب، المكان. الحمد لله يا رب، مش هبعد عنك تاني ابدا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. قول لي يا بابا، هو ايه اللي انا سمعته من شويه ده؟ سمعت ايه؟ ليلو وعبد الرحمن بيتكلموا. ايوه ايوه يا ابني، عايزين يمضينا على كل حاجه، عايزين يمضينا على البيت. بس انا كاتب البيت باسمك، كل الفلوس كنت بتبعتها لي بكتب كل حاجه بجيبها باسمك، ما يعرفوش ان انا البيت اللي حيلتي بعته عشان اجوزها. ما قلت لهمش حاجه، عايزين يمضينا على كل. وعملت لك شركه ما يعرفوش عنها حاجه، اسست لك شركه بورقها بمكتبها بكل حاجه، ما يعرفوش عنها حاجه يا ابني. كل الفلوس كنت بتبعتها بعمل بيها حاجه ليك، قلت عشان ده شقاك ما يروحش يا ابني. ليل وفي أختي. الاخر ليل والكلب جوزها عايزين يمضوني على كل حاجه بالعافيه. ليل اختي. اه ده انا كنت جايه كانت وحشاني، اه. كنت عايز اخدها في حضني. انا كنت ده ما صدقت اهلها حنيه اختي. اتغيرت خالص يا ابني، اتغيرت خالص، وبتقول لك دي كل حاجه. وقبل ما يجي اوسكار، الحمد لله على السلامه يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. يا ابني انا مش عارف انت ربنا بعتك ليه يا نجده، عامل فيهم ايه؟ استنى معايا بقى لما يجوا راحوا يجيبوا ورق تاني. لا لا يا بابا، ما اقعد تخافش. معايا استنى. ما تخافش يا بابا، مش هسيبك. اه الورق اللي هيجيبهولك امضي عليه، كده كده مفيش حاجه باسمك، وما تخافش. امضي عليه انا في ظهرك، ما تقلقش يا بابا. يعني اعمل اللي انا بقول لك عليه بس. إيه يا ابني؟ امضي على الورق ده وما تقلقش. انا بس عايز اعرف هما هيودوك البيت طب وليه امضي ولا عليه؟ هيودوك على فين؟ ما انا اقول لها الحقيقه وخلاص، اقول لها الحاجه باسم اخوكي مش باسمي، لا يا بابا، ودي حاجه اخوك شقاه. لا يا بابا، معلش سيب لي انا الموضوع ده، ما تقلقش. انت تقلقش. عايزني امضي على الورق يعني؟ امضي يا بابا، ما تخافش، كده كده مفيش حاجه باسمك. ما انا عارف انا عارف، ما تقلقش. بس انا كنت ساكت عشان تبين وحشتها اكتر هي وجوزها. وحشتها؟ هو في اكتر من الوحشه دي يا بابا؟ ده كان فاضل شويه ويقتلوك. ومش عارف لو انا كنت موجود فعلا وقابلوني وكنت عايش معاهم كانوا عملوا فيا إيه انا كمان. لا لا لا، ما تقلقش يا بابا. اختك اتغيرت قوي يا اوسكار، اختك اتغيرت قوي، ما بقتش هي ليلى الصغيره اللي كنت بقول حبيبه ابوها اتغيرت قوي. انا غلطان ان انا برضه عملت كل حاجه في الغربه والواد عشان جوزها مدياله مساحه ان هو يتكلم معايا بطريقه وحشه انا ويقعد قلت لك ياما يا بابا، يهددني. قلت لك ياما عبد الرحمن ده انا مش مرتاح له، بلاش الواد ده يجوز اختي. انت ما سمعتش كلام. هي اللي شبطت فيه مش انا مالي، هي اللي كانت ماسكه فيه وهي اللي كانت بتعبت وعيت معلش يا بابا، الله. اسمع اللي انا بقول لك عليه بس، وامضي الورق اللي هم هيجيبوه لك، وزي ما قلت لك كده كده مفيش حاجه باسمك، وانا هفضل واقف وراك ومراقبك وما تخافش من اي حاجه. طب ما تقلقش يا اقول بابا. لك، اسبقني انت على البيت وانا همضي لهم واجيبهم واجي. ماشي، انا هسيبك خلاص. على البيت ونشوف الموضوع ده، خلاص ماشي. وسيب الموضوع ده ما عليا يا بابا. تخليهمش يشوفوك يا اوسكار. ما تقلقش يا بابا. السلامه يا ابني، الله يسلمك. ما تعرفش انا قلبي فرح قد ايه والله العظيم ان انت أنا- جيت يا حبيبي. انا أكتر. حبيبي 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 حبيبي، الحمد ماشي يا لله ليل. رب. الحمد لله يا رب، استجبت دعوتي يا رب، الحمد لله. انا همسح دموعي، همسح دموعي بقى لغايه ما يجوا عشان ما يبانش حاجه. ايوه يلا يا عبد الرحمن، احنا اتاخرنا قوي. عبد الرحمن، لازم ابويا يمضي على الورق ده. الورق ده فيه مستقبلنا وحياتنا. بص يا ليل، ابوك انا ما ينفعش اتدخل معاه اكتر من كده عشان خاطر ما يفكركيش ان انت مقويه قلب عليه. انا ما بقولكش اتدخل، بس يعني حاول كده تبقى مع سند وظهر ليا يا عبد الرحمن. خليك معايا. ماشي، انت كده كده بشطارتك هتعرف تخليه يمضي. ما تنساش ان ده ابويا برضو واجع لي قلبي. بس ماشي، هلحق اخد اللي وراه واللي قدامه احسن ما اوسكار يجي وياخد كل حاجه. لا ما تقلقيش، يلا. طب يلا. ايه يا حاج؟ ايه رحنا وجددنا الورق ايوه عشان بابايا حبيبي هيمضي ولا ايه؟ صدقي هتمضي؟ ايه هتمضي؟ ايوه انا هيمضي يا ليل. ربنا يهديك ويخليك ليا يا احلى اب في الدنيا. امضي. عايزين امضي اه عيني. حبيبي يا حاج، واحده كمان هنا بقى بالله عليك. تسلم حبيبي ايديك يا حاج، حاج. تسلم مبسوطة كده؟ ايديك. اه طبعا طب يا طبعا. ترى بقى هتاخديني معاك البيت ولا تقولي خلاص بقى البيت بقى باسمي فخليه في الشارع بقى؟ لا يا حاج، وانا هون عليا ارمي ابويا حبيبي في الشارع؟ اكيد طبعا هاخدك معايا البيت. ما تقلقش، ده انا عامل لك اوضه مكيفه ليك مخصوص. ما استغربتيش كده ان انا مضيت بسهوله؟ ايوه يا بابا، هو انت مضيت بسهوله ليه؟ صح. مش عارف، هاتف كده جه قال لي بس بقول لك يا بابا، امضي لهم وما تخافش. خلي بالك عشان انا محضره لك مفاجاه هتفرحك قوي. حد قال لك ايه يا حاج؟ هاتف
هاتف جه قال لي امضيلها وما تخافش. هاتف اللي امضيلها جه قال لك امضيلها وما تخافش. جالك طب في والله دماغك؟ العظيم يا عبد الرحمن ده انا على كده ربنا بيحبني. جه في ودني كده وقال لي امضيلها وما تخافش. شفت بقى يا حاج؟ يا ممكن سلام. تقولي لجوزك يجيب لي النضاره بتاعتي؟ النضاره في البيت. لا قوي 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 يا حاج، ده انا حتى مرضتش خليته يلبسها عشان طبعا انا عارفه انت ما بتحبش البكتيريا. خد يا حاج. استنيلي حبيبتي. يلا بينا توديني البيت ولا ايه؟ اه طبعا. طيب يلا يا عبد يلا. الرحمن. ازقك انا. يلا. حول الله بس يا رب. طب انا كده هروح فين بس؟ انا كده هترمي في الشارع. فينك يا اوسكار دلوقتي تيجي تلحقني؟ اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ اوسكار ميادة عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الأخبار؟ آه ايه الشنطة دي؟ رايحة فين كده؟ رايحه فين؟ بصراحه يا اوسكار اختك وجوزها طردوني من الشقه ورايحين يكتبوا الشقه باسمهم، هيمضوا ابوك على الشقه ويتنازلوا عنه. ف طردوكي من الشقة. كل ده أنا حضرته. شفت حضرته؟ أبويا شفت أبويا هما مبهدلينه بره. يعني انت كنت موجود اصلا؟ كنت موجود. كده طب- كده ما تقلقيش. الشقة دي مش مكتوبة باسمهم ولا مكتوبة باسم أبويا، مكتوبة باسم أنا. فما تقلقيش. مكتوبة باسمك؟ حتى لو مضي مش هيقدروا يمشوك من هنا. طب حط باسمك شنطتك. ازاي يا ابني؟ حاضر. بقول لك بتاعت ابوك ورايحين يمضوه. هقولك الفترة اللي أنا طلعت بيها اشتغلت بره اه كنت بحوش وابعت لأبويا عشان يكتب لي الشقة دي بيع وشراء، ويكتب لي كل حاجة ليا بيع وشراء. وأختي كده كده أنا أصلا متمرمط بره عشان أجوزها معاه، وفي الآخر تعمل الحركة دي فيا وجوزها. جوزها ده أنا أصلا ما كنتش مرتاح له طب احنا هنعمل استغفر ايه الله بقى عن دلوقتي؟ حياتي. هنعمل ايه؟ ولا أي حاجة. أنت زي ما أنت هتحطي شنطتك دي جوه وأنا عايزهم يجولك هنا. لا هيجوا لي هنا ايه؟ دول ممكن يعملوا فيا حاجه. ما تسيبنيش، انا ما صدقت ان انت جيت. انت ما تعرفش هم عملوا ايه. ده يعني هم بتطق شرار. والنبي يا اوسكار خليني امشي بس، خليني امشي وديني في اي حته وشوف انت الموضوع ده، انا مش هقدر. أكيد مش هسيبك يا ميادة. هتدخلي الشنطة دي زي ما قلت لك وهتخبي شنطتي، وأنا مستنيكي بره ومستني أي حركة بره، وما تقلقيش منهم. أنا بقى مرقد لهم وهاخد حقي منهم كويس أوي. المهم تخبي الشنطة دي كويس. طيب طيب ماشي. دخلي حاجتك جوه. خلي بالك. اما بقى المفاجاه اللي انا محضرها لك يا حاج فيا رب تعجبك. ماشي يا حاج؟ يلا بينا. النهارده يوم المفاجآت. افتحي الباب يا ليلي يلا. ايوه هو فعلا يوم المفاجآت يا حاج. استنى يا عبد الرحمن سيبه على الباب ما تدخلوش. انت يا بنت يا ميادة، ميادة؟ نعم. بقول لك ايه، هو انت لسه قاعده يا حبيبتي؟ روحي لمي لي شنطه هدومك يلا وتعالي. اروح فين يعني؟ زي ما بقول لك روحي لمي شنطه هدومك عشان تاخدي حماكي المصون وتطلعي انت وهو بره في الشارع. هوضح لك انا الصوره يا ميادة. الشارع يا ليه بتعملي كده طيب؟ يعني انا هروح فين؟ كل الحكايه يا ميادة ان كل حاجه بقت باسم ليل. طب ما تدخل الحاج كده عشان يحضر معانا، ولا اقول لك تعالي انت هنا يا ميادة وانا اخش الم لك حاجتك واطلعك بره. تعالي يا حبيبتي. الحمد لله. هو كويس قوي يا حبيبتي، كويس طبعا. انا هطلع اجيب لك شنطك من فوق ونازلالك. يا ميادة رايح فين يا حاج؟ حرام عليكم، ليه بتعملوا كده؟ ليه بتعملوا كده؟ انتوا مفيش ابوكم رحمه. ميادة خلاص بقى ميادة. ميادة. اوسكار فين؟ خدي يا ميادة، كنت محضره لك الشنطه وعامله حسابي عشان عارفه ان ابويا هيمضي لي على كل حاجه بكل سهوله. فيلا يا حبيبتي اطلعي انت وابويا بره. انت هتطرديه من بيتي؟ من بيتك؟ كم بيتك يا حاج؟ تقصد اللي كان بيتك يا والدي، انما هتطرديه من دلوقتي البيت؟ انما دلوقتي ده بيتي وبيت جوزي. مع السلامه يا حاج. هنتظر ايه من واحدة زيك؟ يلا ميادة عشان نقفل بقول لك ايه يا ميادة، هنتظر ايه؟ ما ترغوش كتير، يلا اطلعوا بره. لا احنا مش هنطلع بره. معلش يا حاج عشان عايزين نقفل الباب بس عشان في طير. مش هنطلع بره على فكره من البيت، والبيت ده مش بتاعك. ده عند مين الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ميادة ان شاء الله؟ البيت ده بس يا عبد الرحمن اسم حمايه يعني. كان باسم حماكي، انما دلوقتي باسم بنته. فيلا اطلعي انت وهو بره. الصدمة مؤثرة عليها يا عيني يا ليل. معلش بالراحة عليها ما تاخدهاش كده. حتى مراتي يا ليل، حتى مراتي. طب مالكيش خير في ابويا وقلنا ماشي، مراتي عملت لك ايه؟ ماشي يا ليل انا هوريكي. يلا يا بنت بره. حرام عليكي يا ليل، حرام عليكي. بتعملي كده في ابوك يا بنتي، انت جاحده ما فيهاش قلب. بلا جحده بلا مش جحده بلا ابويا بلا
عليك. بتعملي معانا كده؟ بتعملي معانا كده؟ ما تقول حاجه يا عبد وعشان مين؟ سيبيهم يخلصوا كلامهم. قول حاجه يا عبد الرحمن، كمان بتشجعيه يقول لابوكي؟ بقول لك يا ميادة، خدي ابويا في اقرب اشاره مرور يا حبيبتي وقفي تسوي لي انت وهو. استني يا علي. كلام. بقول لك يا ميادة، خد ابوك وروحي ورشه بتاع مشحمه شحميله وشه وقفيه في ورشه في اشاره مرور واستني بعيد. عندك حق والله هتلاقي الفلوس جايه زي الرز. يا حبيبي، من غير ما تشحن. حرام عليك، ده اخدك في بيته وعايشك في عزه، تعمل معاه كده؟ ده رد الجميل. انت هتعملي لي حمل حما يا اختي؟ ما تاخدي بالك ويلا وغورك ده من هنا. يلا يلا يا ميادة، يلا يلا يا ميادة. ده يا حسبي الله ونعم ما ترجعش الوكيل. ولا هو ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، اقفل الباب كده. انا خايفه قوي من اوسكار اخويا لما يجي، مش عارفه احنا ممكن نقول له ايه ولا هنعمل ايه. انا خايفه بجد. بجد؟ ده انت عجبتني يا ليل، كملت القصه دي كلها ودماغك طلعت شغاله ولعبت اللعبه صح. هي يا عبد الرحمن انا عملت كل ده عشانك وعشان عايزاك تفضل معايا. انت متخيل ان انا اكرش ابويا من البيت عشان خاطرك ومضيه على كل حاجه؟ هو اوسكار لو عرف لما يجي هيخلي عيشتي سودا. لا، من ناحيه اوسكار اخوك لو انت خايفه اطمني، انا هطمنك. قولي لي ازاي؟ ازاي يعني؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ اوسكار لما يجي هقول له يا بابا ان ابوك باع لي البيت بيع وشراء وانا اشتريته منه، وان اختك دلوقت ملهاش حاجه ولا انت ليك حاجه. ابوك كان مزنوق في قرشين ومش عارف بقى وخد الفلوس وداها فين. عبد الرحمن خليك عارف ان انا عملت كل ده علشانك، وعشان كده انا كرشت ابويا بره البيت. خلاص يا ليل، بالنسبه لابوكي الموضوع خلصان، ابوك واترمى بره الشارع، ايه المشكله يعني؟ واختك كمان معاه. لا هي فيها مشكله. اختي مين؟ قصدك مرات اخويا؟ مرات اخوك ولا ايه؟ معلش نسيت. في يا عبد الرحمن انت مالك مش مظبوط كده ليه؟ المفروض انا اللي ابقى مرعوبه كده ومتلخبطه مش انت. انا مش مرعوب ولا متلخبط يا ليل، انا بعرف هفكر كويس هعمل ايه لما اخوك يجي، عشان اخوك ما يتكلمش معاكي. ولا انت عايز اخوك يتكلم معاكي؟ اتصرفي انت بقى لوحديكي، اطلع انا بره الموضوع. خلاص يا عبد الرحمن، خلاص انت هتقعد تتكلم كتير وانا اصلا مش طايقه نفسي. هو ده الصح. اصبر بس عليا يا ليل، المفاجآت لسه جايه احلى من كده بكتير. هتتفاجئي، انا وانت هنتفاجئ. قشطه. بابا ايه يا اوسكار؟ شفت يا بابا اللي حصل؟ طلع مش انت لوحدك، طلع مراتي كمان. ما هو مش عايزين حد معانا يا ابني. انت كنت فين بس؟ انت مش قلت لي يا اوسكار ان انت هتنزل؟ قلت لك مش هسيبك يا ميادة، كنت مستخبي ورا. انا عايزهم ياخدوا راحتهم على الاخر ويفضلوا مصدقين، وانا بقى هاخد حقي منهم، انت وابويا كمان معايا. بابا بقول لك ايه، انا في شقه تعالى نأجروها جنبنا هنا، عايزك تقعد فيها انت ومراتي، تفضلوا قاعدين لحد ما اجيب لكم حقكم لحد عندكم. وتأجر يا ابني وملكك موجود. ملك يا بابا، ما انت عارف اللي فيها. انا عايزهم يفضلوا مصدقين كده الموضوع ده لحد الاخر. لا يا ابني، دي حاجه تانية اشتريتها لك بس ما قلتلهمش عليها. بيت تاني شاريهولك باسمك برضه. ايوه بابا، كل بس فلوس انت- كنت بتبعتها يا ابني كنت بشتري بيها حاجه عشان ما تبقاش في ايدي ويطمعوا فيها. ايوه يا بابا، بس انت كده بتربي عداوه اكتر بيني وبين اختي. ليه؟ ما لو عرفت برضه هتزيد شرارتها. اصل ده شقاكي يا ابني. هي ما تعرفش ان احنا بعنا البيت عشان نجوزها، ماشي؟ وما تعرفش ان كل البيوت والحاجه اللي بشتريها لك دي وحتى الشركه اللي اسستها لك من فلوسك وحر مالك. انا هعمل بيهم ايه يا ابني؟ ده مالك. طب وبيتنا اللي هنا؟ اي نعم اي نعم، ما هو بيته باسمه برضه. اي نعم يا ابني، انت ومالك لابوك، ولكن ده حقوق انت شقيان فيها، شقاك وشقيان عشان تظبطنا وتعيشنا في عيشه احسن. فانا ما اقدرش ان انا اتصرف فيها كده. فكل حاجه كنت بتبعتها كنت اشتري لك بيها حاجه عشان ايه؟ لما تيجي تلاقي اساس في بلدك. انت عارف يا بابا انا اللي صعبان عليا ان انا اختي كان نفسي اجي اترمي في حضنها، اجي اعيط في حضنها اقول لها وحشتيني. بس يعني اسال سؤال يا ميادة، مش المفروض اوسكار يفرح ان انا عملت حاجه زي كده؟ طبعا يا بابا. المفروض يفرح. طبعا. بس انت عارف أنا بس مهورته خايف على من اللي هي عملته. ده انا نفسي مقهوره. ما هي عملته في ده في الهوا، كل اللي عملته ده في الهوا ملوش اي لازمه. خلاص انا بتكلم على الجحود اللي عندها، ازاي قبلت تعمل حاجه زي كده؟ هنربيها من اول وجديد بسبب الجحود ده. ما تقلقش يا بابا، سيب لي الموضوع ده عليا. يلا تعالى بس روح على البيت اللي وريته لك ده. يلا يا بابا يا حبيبي يلا. هو بيت على قده شويه بس هيعجبك. وبعدين بقى في الحاج علي قال لي ان ابنه جاي من السفر وهيشيل المسؤوليات دي. انا مش فاضي، انا ورايا شركتي برضو عايز اديرها، يعني هاجي هنا يومين وهناك يومين، انا كده بخسر. انا متحمله بس عشان هو راجل قعيد وما ينفعش اقول له لا، غير ان هو راجل محترم. امتى وابني يجي؟ كل مره يقول هيجي الاسبوع ده، لا الاسبوع اللي بعده. ربنا يستر بقى والشركه عندي هناك ما تخسرش. هو ده يا ابني البيت يا ابني. ربنا يبارك على لك يا بابا. فكره
على فكره كل حاجه جبتها فيه، وكل حاجه مهمه جبتها فيه. تعالى اقعدوا، تعالى يا مياد، ايه رايك؟ حلو قوي، واسع قوي يا بابا، حلو قوي. وفرشت لك الاوضتين اللي فوق مفروشين على اكمل وجه، وكل حاجه كنت بعملها يا ابني كنت بعملها من ورا اختك عشان حسيت منها بالغدر. ما رضيتش اقول لها على المكان هنا عشان عارف انها هتغدر بتسمع كلام جوزها. ربنا يخليك ليا يا بابا، ما يحرمني منك ابدا. الله يخليك. بس برضه اختي مش عايز اقسى عليها. برضه اختي بنت، ومع ذئب زي ده لازم برضه اخلي بالي منها، لازم احذرها منه. بنحذرها يا ابني وما تسمعش كلام. هو مالي ودانها، والزن على الودان امر من السحر يا ابني. والمهم انا جبت البيت ده من غير ما هي تعرف، وبقيت اجهز فيه حاجه زي ما انت شايف كده، واخد بالك، لغايه ما خليته على قد ما اقدر يعني. فاضل برضو شويه حاجات. انت ربنا بقى، انت اديك جيت اهو بالسلامه. جيت بالسلامه، كمل انت بقى. ما تقلقش يا بابا. انا عملت اللي عليا يا ابني، وكل قرش بعتهولي جبت لك بيه حاجه، حتى اوراق الشركه والدوسيه هتلاقيه في المكتب في الشركه، وكل حاجه وجاهزه على الشغل. بس يعني تبدا بس مع اي شركه استيراد وتصدير، تبدا تقول لهم انا عايز بس شغل. ربنا يخليك ليا. الدنيا كلها جاهزه معاك ان شاء الله. ربنا يخليك. انت طبعا يا ابني مش هتسافر تاني صح؟ لا اوسكار طبعا مش هسافر تاني، اكيد مش هتسافر تاني وتسيبني بقى. انا ما صدقت ان انت جيت. انا حتى لو هسافر مش هسافر غير لما اجيب لكم حقكم. على فكره يا اوسكار، لا يعني ايه مش هسافر؟ لا مفيش حاجه اسمها كده، انت مش هتسافر تاني. مفيش سفر تاني بقى يا اوسكار. على فكره يا اوسكار، مراتك دي اصيله قوي، بنت اصيله بجد، يعني متهيألي اقرب ليا من ليل بنتي الله يخليك بجد. ما بتسيبنيش زي والدي بالظبط. واي حاجه بعوزها، حتى لو ليها تعمل لي حاجه هي تجري تسبقها. انت بتقول لي كده عشان كانت نقوتك؟ طبعا نقوتي، طبعا عشان نقوتي. بس انا بقى بابا مش فارق معايا كل ده. انا كل اللي فارق معايا دلوقتي ان انا احافظ على ليل اختي، خلي بالي منها. خلي بالك يا بابا، ليل طيبه، يمكن هي اللي مشيت ورا كلام البني ادم اللي معاها ده. ده مش بني ادم يا ابني، ده مش بني ادم. اسكت. اول ما خدنا البيت ده دخل فيه ثعلب، الله اكبر. وقعدنا نجري وراه استأذنك. ونجري وراه هنا، جدا. وفي الاخر جري مننا على فوق. في الاخر اضطرينا نفتح له البيبان كلها عشان يخرج براحته. انا كنت عايزه اقول حاجه. كفايه مشاكل بقى وخلاص، احنا يكفي ان احنا بعدنا وفي بيت اهو ما شاء الله جميل وواسع قوي وحلو، وخلاص بقى. ميادة مفيش مشاكل يا حبيبتي. مشاكل في ايه؟ أنا البيت اللي هناك مش عايزة باسم حد جوزك، يعمل مشاكل وده معاهم ولا اي حاجه. خلاص يا حبيبتي نسيبهم. البيت اللي هناك باسم جوزك، نسيبوهم. يعني انا كده اللي ماضي عليه ده اي كلام ملوش لاي بيتي ملهاش اي معنى. خلاص بقى نسيبهم لنفسهم. نسيبهم مين؟ نسيب لهم البيت يعني ولا ايه؟ مش فاهمين. انا مش عايزه مشاكل، افهموني. خلاص بقى كفايه مشاكل. هم اللي ابتدوا يا ميادة، ويبقى نجح هم في اللي هو ابتدوا عمله، المشاكل. ويبقى وأنا نجح بالنسبه لي جوزها. اسيب حقي واسيب شقاي وتعبي 5 سنين بره. ولما تعمل حروقه مجنونه وتتسجن وتروح مني، مفيش الكلام ده. ما تقول حاجه يا عم. مفيش الكلام ده، حقه موجود ومحفوظ. لازم يعرفهم ان هم غلطوا، وهم غلطوا مع ابوها. مش مستاهله. خلاص احنا خدنا بيت حلو اهو، خلاص عايشين مع بعض. انا بقالي 5 سنين عايش لوحدي. اي مشكله كانت بتحصل لي واي حق ليا كان بره كنت لازم اجيبه، وما بعرفش انام على مخدتي غير لما اجيب حقي. مش هتيجي كمان من اختي وجوز اختي اللي عامل فيها شريف وخايف عليها. انا مش هسيب حقي. خلاص يا اوسكار، سيبهم في حالهم وخلينا احنا في حالنا. ميادة معلش يا ميادة حبيبتي، معلش، المواضيع دي بتاعت رجاله فما تدخليش فيها، معلش. وانت يا ميادة ما تخافيش، انا معاكي ومش هسيبك تاني، ما تقلقيش. واكيد مش هيحط نفسه في مشكله يعني عشانهم، يعني ما تقلقيش. ظبطت حالي بره، لو حتى هسافر هاخدك معايا، ما تقلقيش. انا بقى بالنسبه لي يا بابا مش هسيب ليل ولا هسيب جوزها لحتى حد على الاقل ما اخد حقي ده. هتاخدها معاك يا اوسكار؟ يعني حتى اللي كانت بتساعدني هتاخدها معاك؟ بصراحه مش هسيبه، ولا انت كمان هتسافر. خلاص بقى احنا ما صدقنا بقى نتجمع كلنا. وهتسيبني لمين يا اوسكار؟ لاختك وجوزها؟ لا يا بابا مش هسيبك. لما تاخد ميادة معاك هتسيبني لاختك وجوزها؟ مش هسيبك يا بابا، مش هسافر خلاص. بس قول لي يا بابا اعمل ايه في ليل اختي؟ روح واجههم يا ابني. اواجه مين يا بابا؟ واطردهم من البيت. واطرد مين؟ ده انا كنت اطردهم. بتمرمط بره عشان اختي دي ده وعشان بيتك. جوازتها. انت ناسي يا بابا ان انا كنت ببعت لك الفلوس دي عشان جوازتها برضو؟ اسمع كلامي، روح واطردهم من البيت. لازم يتعلموا الادب ويدوقوا قسوه الايام وقسوه الشارع. لما يعرفوا انهم كانوا في نعمه، وكانوا في نعمه مش حاسين بيها، لما يبقوا في الشارع هيحسوا بيها، هيحسوا الفرق، هيحسوا قد ايه ان كنا كرمينهم ومقعدينهم في وسطينا. لما يبقوا لوحدهم في الشارع هيحسوا الفرق يا ابني، وبالذات لما يعرفوا ان البيت باسمك انت، وانهم خدوا قلم على وشهم من واحد عاجز على كرسي بعدم.
هما كده كده يا بابا هيطردوا بره، وكده كده هي هتعرف ان البيت مكتوب باسمي وكل ده. بس انت بقى، انت كابوها، انت هتقبل ان هي تبقى قاعده في الشارع بره ومع بني ادم زي ده؟ ايوه هقبل، عشان هي اللي عملت كده وحذرتها كتير. انا هقبل ان بنتي تقعد في الشارع، انا هقبل. ايوه زي ما هي قبلت القسوه بالقسوه. وانت ميادة، مش ان دي كانت صاحبتك؟ مش هي اللي معرفك عليا؟ والله العظيم مقهوره من اللي هي عملته ومقهوره كمان عليها، بس انا مش عايزه مشاكل برضو. بص يعني ممكن انا بالنسبه لي لا ممكن ولا مش ممكن. انا بالنسبه لي كده كده هاخد حقي، بس ده مش معناه ان انا ادوس على رقبه اختي واسيبها لبني ادم زي ده. لازم نسيبها له يا ابني عشان تعرف الفرق بيننا وبينه. لازم نسيبها له عشان تعرف الفرق بينك وبينه. لازم تسيبها تروح تطردها بره هي وجوزها، وما ياخدوش حاجه لغايه ما تعرف الفرق، وتجيلك مقهوره وتقول لك فعلا انت اخويا، انت اللي من دمي، انت اللي هتلمني. وجوزها ده لما يلاقي كده هيبان على اصله. طالما داخل على طمع يا ابني، صدقني مش هيستحمل يومين ده مش هيستحمل ساعتين. انا رايي ان احنا كده وممكن المشاكل الوحيده اللي هتقابلنا ان هو هيروح رامي على اختك اليمين، ده كده كده غصب عنه هيحصل، ويطلقها غصب عنه. هيطلقها لما يلاقيها مش مفيش حاجه مكتوبه باسمها، ولما يلاقي ان هي بتعيط ليه بس دلوقتي؟ صعبانه عليا يا بنتي. طب اهدى بس، اهدى اهدى عشان خاطر. هو انا مش زي بنتك برضو؟ صعبان عليا اللي هعمله فيها من قسوتها وجحودها. لازم تدوق القسوه دي، لازم يقابلها ويعرف ان هي ما لحقتهاش حاجه، ونشوف بقى هيكمل معاها ولا لا. انا بابا عشان دموعك دي انا عشان كده ما كنتش عايز ادوس عليها، لازم عشان عارف تدوس ان انا عليها. مش هتون عليك. لازم تدوس عليها عشان هو مش هيستحمل. انت ما بتدوس عليها فعلا هي، انت اصلا بتدوس عليه هو، بتطلع الوحش اللي جواه، وده بني ادم مش كويس. واكيد ندالته هتوديه انه هيطلقها ويرميها ويقول انا مش حملك. طالما هم باعوكي كده وسابوكي وكاتب كل حاجه باسم ابوه وكل حاجه باسم اخوكي، اكيد مش هيكمل معاها. كده كده بابا مش هيكمل معاها. ساعتها بقى لما اختك ترجع لك وبقى يا ابني خدها في حضنك، انا داخل. حقك عليا يا بابا، حقك عليا وانا هجيب لك حقك. وانت ميادة اطلع انت كمان ريحي واهدي كده وحقك عليا انت كمان من اللي حصل، وقسما بالله لا اجيب لك حقك. انا مش عايزه لا حق ولا حاجه، انا مش عايزه مشاكل. يا تقلقيش، جماعه انتوا مش فاهميني. مفيش مشاكل، ومش عشاني ولا عشانك، ده عشان ابويا، عشان قلب ابويا ودموعه دي، عشان كده مش عايز ادوس عليها. انا بس هقرص وداني، هعرفها الصح من الغلط. طب خلي بالك من نفسك، وانا هقوم اعمل اي حاجه تتاكل عشان لا تتاكل وانا مش تتاكل، لو هتعملي حاجه تتاكل اعمليها لحماكي، بس غير كده اطلعي وانت ريحي. كمان يعني. انا بالنسبه لي هروح اشوف بقى موضوعهم ده، وقسما بالله الواد ده ما هيخليه يطلع عليه نور الشمس. لا اوسكار انا كنت عارفه انه هيحصل مشكله، عارفه ان هو هيتطور وهيعمل مشكله، كده هيعمل مصيبه. يا رب بقى، انا ناقصه مصايب، قلت له مش عايزه مصايب. لا هيعمل فيه حاجه ولا هيتعصب عليه يخبطه بحاجه يجيب اجله ويتحبس. هعمل ايه بس يا رب، هعمل ايه؟ يا رب. انا مش عارف انت ايه اللي انت فيه ده ليه. في ايه بس يا حبيبي؟ هو انت قاعده ملخومه في التليفون وسايباني انا كده عمال افكر. تفكر في ايه بس؟ في ايه يا بود؟ مالك؟ يا بنت رن على اخوكي، استعجليه شوفيه فين. ارن على اخويا ليه؟ رن بس عليه. مش فاهماك، ليه ارن عليه ليه؟ خليه يجي يا ليل، خليه يجي، ايه المشكله؟ قصدك يعني عشان احنا قاعدين مستنيينه وكده؟ اما ليه ما نقعد نستنى كده كتير؟ يا عم الغايب حجته معاه، وبعدين انت مستعجل ليه يا عبد الرحمن على ان هو يجي ولا ما يجيش؟ وبعدين يا عبد الرحمن انا عايزه اقول لك على حاجه. اوعى والنبي، اوسكار بيفهم ودماغه شغاله، اوعى تفتكر ان انا ممكن اعمل معاه زي ما عملت مع بابا. هو هيجي ياخد واجبه ويتكل على الله، لا نستغله ولا يستغلنا. طول عمري بقول عليكي خايبه وعبيطه. ادعي بس النصيبه دي تعدي على خير يا عبد الرحمن. طول عمري بقول عليكي خايبه وعبيطه يا ليل. يا بنتي وانت بتخططي لده كله ونسيتي اهم حاجه؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ ايه؟ ما انت غبيه فعلا. ما تقول. هقول لك يا شاطره، اخوك اوستر لما يجي انا هاخده على الحنين، مش هنحسسه باي حاجه. بقول لك ايه، اسمعي بس اللي اقول لك عليها ليه للاخر. انا عارفه اوستر ليه هعامله معامله كويسه. ليه؟ هقول لك انا ليه يا شاطره. طب ما احنا هنعامله معامله كويسه وهنضيفه كل حاجه. المشكله في حاجه واحده، ما تحاولش تشغل دماغك على اوسكار دماغه شغاله وناصح وواعي. انا كل اللي هحاول اشغل دماغي فيه ان انا استفاد منه بقرشين. لا
لا نستفيد ولا غيره. خلينا ماشيين على النمط اللي احنا ماشيين عليه يا عبد الرحمن. عبد الرحمن خلي مصيبه مياده وبابا تعدي على خير، احنا لسه ما خططنا لهاش ولا عرفنا احنا هنقول له ايه. ركزي بس في الكلام، بلا حلي بلا محليش. اسمعي اللي بقولك عليه، اخوك جاي محمل ومعاه شويه وشويات. يا عبد الرحمن هو انت ايه ما بتشبعش فلوس؟ هو في ايه بقى يا عبد الرحمن بقى؟ ما ترحم بقى، ارحم نفسك وارحمنا بقى شويه. كرشت ابويا ومرات اخويا عشان خاطرك وخدت البيت، في ايه يا عبد الرحمن؟ ارحمنا. ليه لو انا مش بحبك وانت بتحبيني؟ مش باين يا عبد الرحمن ان انت بتحبني. لا باين، بس انت مش واخده بالك وهزارك تقل قوي. هقولك ليه. اسمعي يا شاطره، اخوك لما يجي احنا هناخد منه الفلوس عشان احنا نعرف نعيش ونتعايش. ناخد منه فلوس مين؟ هو انت فاكر اوسكار اخويا عبيط زيه زي ابويا؟ اوسكار اخويا واعي قوي 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 قوي، ده عاش سنين في الغربه بره يا حبيبي وعارف الجنيه بيتجاب ازاي ومنين. جرى ايه يا عبد الرب؟ بقول لك ايه يا عبد الرحمن، خلينا ماشيين على النمط اللي احنا ماشيين عليه يا حبيبي. الطمع يقل ما جمع، ماشي يا بودة؟ طب والعمل؟ انا عايزك تهدى وتركز يا حبيبي، وخلينا نلاقي حل نطلع بيه من مصيبه ابويا وميادة الاول، وبعد كده يبقى ربنا يحلها. ولا انت بقى الفلوس بالنسبه لك بقت اهم مني يا بودة؟ لا الفلوس بالنسبه لي بتروح وتيجي، ما فيش حاجه اهم مني الا انت يا ليل. هو على انت فكرة، بتحبني يا بودة؟ موت. طب اللي بيحب حد بيعمل عشانه كتير. طب ما انا عملت عشانك كتير يا ليل. عملت عشان ايه يا عبد الرحمن؟ مش شايفه اللي انا بعمله عشانك؟ انت طلعت مش سهل بقى يا عبد الرحمن، وعايز تكوش على كل حاجه وعمال تقول لي بحبك بحبك بحبك. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، اقعدي بس يا ليل. لا انا مش هقعد. اسمعني بقى في الكلمتين اللي هقولهم لك. الخطه هتمشي زي ما احنا ماشيينها، واوسكار مالكش دعوه بفلوسه عشان ما تلبسناش كلنا في حيط، وكفايه اللي احنا عملناه في ميادة وفي ابويا. وبص يا عبد الرحمن، بالله عليك بالله عليك ما تحاولش تلعب على اوسكار، وبعد كده عايز تعمل حاجه باعمل. انا عملت مليون مره واثبتت لك ان انا بحبك. الله. اعمل انت بقى شويه، عديني كده يا ليل، ده اللعبه بدات تظهر على حقيقتها. قشطه، يلا بينا نشوف مين اللي هيلعب وهيجيب جول، واللي هيكسب هو اللي هيبقى فايز. ماشي يا ليل، اديني بقى رجعت لك من السفر، اما اشوف بقى هتعملي معايا ايه. بحق الاذان ده ما هسيبك لا انت ولا جوزك. يا ترى دلوقتي يا اوسكار انت بتعمل ايه؟ هيكون عمل مصيبه ولا عمل اي حاجه؟ ايه يا ميادة؟ ايه ده يا عمي؟ انت ما نمتش؟ ما جاليش نوم. طب ثانيه واحده هقوم احضر لك الاكل. لا 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 انا مش هاكل، انا هستنى ابني اوسكار لما يجي عشان اوديه الشركه. زمان استاذ اشرف دلوقتي زعلان ومتضايق ومخنوق ان انا مقعده مكانه. شركه ايه بس؟ يا بنتي ما هو انا لما اسست له شركه وعملت له اوراقها، شركه تجاريه حلوه كده كويسه وليها رصيد حلو، وخليت اشرف يمسكها لغايه ما هو ما ابني يجي. فاشرف قلت له ان هو جه، فمستني على نار ان اوسكار يجي. طب يا عمي ما تهدى عليه شويه، ده لسه راجع من السفر، اهدى عليه شويه كده. ما تقلقيش يا بنتي، لازم اثبته هنا عشان ما يسافرش تاني. لازم يروح شركته ويعرف انها شغاله ويعرف انها شركه محترمه، فبالتالي هيتلهي فيها هنا ومش هيفكر في السفر تاني. ما انا لازم امنه عشان ما يسافرش. عندك حق برضه. انا زعلت انا منه برضه قوي. خايفه ان هو يسافر تاني ويسيبني. زعلت منه قوي يا ميادة لما قال هسافر وهاخدك معايا. يعني انا برضه هقدر اسيبك؟ انا اعتبرتها كده زلة لسان يعني. لا لا هو اكيد ما يقصدش طبعا، ما يقصدش، هو ما يقدرش يستغنى عنك ولا انا كمان. عموما اول ما يجي انا هاخده واتوكل على الله على الشركه، على اساس برضه اسلمه ماله وحاله وكده، ويبدا بقى يا بنتي من اولها كده شغل ويركز في شغله ويسيبه من المشاكل دي. هو ده الصح فعلا. بس الاول هو قال لك هيروح لاخته دلوقتي ساعه ما مشي. راح لها وانا قلقانه، انا ما اعرفش عمل ايه. انا خايفه يكون عمل مصيبه ولا لازم ولا يكون اتخانق خرب. هو وعبد الرحمن ويكونوا. يا ميادة هو انا مش صعبان عليا يا بنتي، واللي هيحصل فيها اكيد صعبان عليا يا بنتي، بس انا لما هعمل كده صدقيني جوزها ده هيظهر على حقيقته في ثانيه، وانا عايز اظهره لها فعلا واوريها كذبه، ان كل اللي كان بيقولوا ده كذب في كذب عشان طماع، وهيظهر على حقيقته فعلا. يا عمي انا كل اللي خايفه عليه اوسكار، انا خايفه يتورط في اوسكار مشكله ولا عمره ما يعمل حركه هيتورط. مجنونه. ابني انا عارفه عاقل وفاهم وكل حاجه، وبعدين اصلا هيتورط انت في ما شفتش مشكله ليه؟ اتعصب ازاي وهو قايم؟ ده اتعصب وقال انا هشوف انا هعمل ايه. يا ميادة الكلام ده لو الموضوع حقيقي وهم فعلا خدوا البيت، لكن البيت باسمه هيتعصب ليه؟ فاكيد هو مش هيتعصب من حقه موجود. اكيد طبعا عبد الرحمن مش هيسكت وهيرميه بكلمه كده يعمل ولا كده، اللي وانت عارف يعمله. اوسكار عصبي. ماشي يعمل اللي يعمله، مش هيتهور لدرجه انه يودي نفسه في حاجه يعني او يضايق يعني يحط نفسه في مشكله، ولكن انا عايزه يعمل ده
عشان هو لما تلاقي نفسها في الشارع وهو معاها هيظهر على حقيقته ليها. حقيقته هتبان، ندالته هتبان، اكيد الخسيس اللي زي ده ندالته هتبان بسرعه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا عارفه، انا اصلا متاكده ان هو اللي لعب في دماغها. دي مش دماغ ليل ولا افكارها. ليل ما كانتش كده على فكره. لا ما كانتش حسبي كده، الله ونعم الوكيل فيه. ولا عمري كنت افكر ان بنتي تبقى كده ابدا. بس زلنا على الودان يا بنتي. يلا ربنا ينتقم منه. الحمد لله. طيب اقوم اعمل لك اي لقمه لا، عشان لا. الدواء. هاتي لي حاجه اشربها بس. طيب ماشي. وكده بقى اخده على الشركه ويستلم ماله بقى ويريحني من القلق اللي كنت فيه. واد ليل طلعت فوق وماله. اقعد انا بقى استنى اخوها لوحدي انا. راح افتح انا، دي فرصتي. الزبال ادي حبيبي ابو نسب. عامل ايه يا عمر؟ حبيبي؟ ده انت وحشني، الغربه كانت واخداك ونسياني. تصدق بمين؟ لا اله الا الله. ايه يا عم انت جاي زعلان ليه كده؟ لا يا حبيبي، انت عارف تعب السفر بس. تعالى بس امال تعالى. اختي فين؟ وحشاني. وانت كمان، ده انت وحشني موت، وهي كمان برضه، بس تعالى. تعالى. نورت بيتي، نورت. اتفضل بيتك اتفضل. تعالى. حبيبي بنورك. عامل ايه؟ الحمد لله. يا عم انت وحشني وما بتسألش وما بتطمنش. انت عارف تعب الغربة بقى يا عبده. الغربة وبعدين ولا انت- الخواجات هناك واخدينك مننا. اكيد الخواجات والدنيا بيت فل و14 مش زي هنا في القاهرة. لا والله يا عبده، انت عارف تعب الغربة والسفر والبهدلة والشغل والفلوس اللي الواحد بيحاول يجمعها عشان يرضى ابوه ويرضى اخته، وانت فاهم. هي بصراحة يا اوسكار الغربة تربة. انت هتقول لي. والله. بس منور البيت. انتوا نقلتوا هنا امتى؟ امال فين ابويا وفين مراتي هما فين؟ الحمد لله على سلامتك يا اوسكار. اهلا، عامله ايه يا ليل؟ الحمد لله على ايه السلامه. الاخبار؟ وحشاني. حبيبي وانت كمان وحشني، منور بيت اختك يا اوسكار. انا عارف ان انا وحشك، ايوه. بنورك. انتوا برضو ما ردتوش عليا. ابويا في ايه يا فين حبيبي؟ لا انا سمعتك وكنت هرد عليك. مش بابا ومراتك خدوا بعضيهم وطفشوا؟ ابويا ومراتي خدوا بعضهم وطفشوا. مش انا اشتريت البيت من الحاج. ايوه، ما هو طفش بعد لما ضيع كل حاجه. هو عبد الرحمن كنا شايلين مبلغ على جنب كده، راح قعد يتحايل على الراجل عشان يرضى يرجع لنا البيت، فاحنا خدناه بزياده. فدلوقتي يا حبيبي طبعا زي ما انت ما شايف كده، انت مالكش حاجه هنا ولا عايز مننا حاجه. ها يا اوسكار. ثانيه بقى هقوم اعمل لك الغدا قبل ما لا 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 لا، ما تتعبيش نفسك. اقعدي اقعدي. تعبك راحه يا اوسكار. انت عارف ابوك كان واخد الفلوس وكان هيدمرها كلها. اقعدي يا ليل. مش عارف هو ودى الفلوس دي فين، بس مش عارف. لا بس كده يا حاج. الفلوس اللي انا كنت تعبان وشقيان بيها في الغربه 5 سنين ضيعها. طيرها طيرها وطير البيت. وهو قاعد على الكرسي. ولولا عبد الرحمن رجع البيت تاني كان زماننا دلوقتي مفيش بيت امك ولا في ذكريات ولا في حاجه. الله. وهو قاعد على الكرسي مش عارف صرف الفلوس دي بس في ايه يا ليل. طب طالما انت جدع كده يا عبد الرحمن، انا ما خدتش ابويا ومراتي وخدتهم قعدتهم معاكم هنا هي دي ليه؟ هتفوتني. ما هو ابوك لما جه باع البيت طفش، يعني خد الفلوس وطفش هو ومراتك. هم اللي قلناها. احنا أبويا عرفنا طمع في من الفلوس؟ بره. احنا عرفنا من بره. طيب ممكن بس استاذنكم؟ معلش انتوا عارفين يعني حرص ولا تخون. ممكن اشوف العقودات دي؟ طبعا يا اوسكار، حقك. بس هتشوفه وانا ماسكاه، ماشي يا اوسكار؟ طبعا، عينيا ليكي عينيا ليكي. العقود وكل حاجه باسمي وباسمك. ايوه فعلا، دي امضة ابويا. بس احب بقى اقول لكم ان العقودات دي عقودات صفراء. يعني ايه عقدات صفرة دي؟ بقول لك ايه، اقعد يا عبد الرحمن. اسمعي بس يا ليل. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا دافع فلوس ودافع دم قلبي في البيت عيب يا ده. عبد الرحمن، اخويا في بيتنا. ليل قوم بس كلمني كده يا اوسكار، انا بتكلم معاك وما تسيبنيش اتكلم. الكلمه اللي انت قلتها دي غلط. العقود دي مظبوطه ومعموله في الشهر العقاري ومتوثقه تمام التمام. انت بقى جاي يا بقى عبد الرحمن جاي تخش لك داخله عشان تفكر ان انا هرجع لك البيت ولا اقول لك بص يا اخويا، لو جاي هنا تاخد واجبك في بيت اختك فاهلا وسهلا بيك في اي وقت، انما لو جاي ترغي بقى في بيت ومراس والجو النشفان والحمضان ده مفيش منه ومش هتلاقيه. وشرفت يا اخويا. اقعد يا ليل. مش هقعد. اقعد يا ليل. اقعد لما نشوف اخوك البيه عنده ايه عايز يقوله.
مش هقعد. وانت اهدى يا عبده، اقعد يا ليلى. اصل انت بتقول ورق مزور، هو انا هضحك؟ العقود صفرة. هو انا برضو اقدر ان انا اشكك في اختي وجوز اختي اقول عليهم مزورين؟ مثلا ده كلام؟ انا ما قلتش عقودات مزوره، لا انا عارف ان ابويا هو اللي مضالكوا عليها، بس زي ما قلت لكم كده العقودات دي تبقوا وتشربوا ميتها. يعني ايه؟ ما هو اللي انتوا بقى ما تعرفوش ان انا شقايه وتعبي 5 سنين في الغربه، متبهدل ومتمرمط وبحاول اجمع فلوس، كنت بديها هنا لابويا ولمراتي. ليه بقى؟ عشان اخد منه كل حاجه بيع وشراء. انت يا ليل، انت من امتى كنت بالقساوه دي؟ تطرد ابوكي وحتى مرات اخوكي؟ طب ليه؟ انا حرمتك من ايه؟ ابوكي حرمك من ايه؟ كان بيميزني؟ هقول لك كان بيحرمني من ايه. كان بيميزك عني في كل شيء، كل حاجه. اوسكار اوسكار اوسكار، والمفروض ان انا الكومبارس اللي تقف تسقف لك وتقول برافو. خدت كل حاجه يا اوسكار، كده مبسوط وكده انت تمام. يعني ايه؟ وجاي دلوقتي بتقولي انا كنت بعمل ايه؟ لا ولا حاجه. معيشني طول عمري معاكم كاني ماليش وجود. جوزتوني جوازه انا مش عايزاها. غصبتوني ان انا اعيش معاه في حته زباله وانتوا قادرين ان انتوا تجيبوا لي شقه. وكل ده وتقول لي ليه؟ ليه ايه يا اوسكار؟ الله، ده انت طلعت معبيه كتير قوي يا ليل. قوي قوي. طيب انا بقى دلوقتي اللي بقول لكم اطلعوا بره. نعم. مالكوش حاجه هنا، والعقودات دي زي ما قلت لكم انت مش مزوره، بس زي ما قلت لكم كده لا مالهاش لا اي لا، بص لازمه. لي هنا. انت بتكرشني من بيتنا يا اوسكار؟ بتكرش اختك؟ ايوه بكرشك. طب هو ماشي، انا ايه؟ انت ايه؟ طب ابوكي ما صعبش عليكي؟ ها؟ ما صعبش عليكي تربيتنا سوا؟ ده احنا كنا بنقسم اللقمه سوا يا ليل. مفيش حاجه استخسرتها فيكي. وبعدين بتقولي ابوكي ميزني عليكي. انا كنت بتبهدل بره 5 سنين عشان اجوزك، كنت بحاول اساعد ابوكي، وانت بس بعد بقى كل ده انت وهو ماسك لي جوزناكي. انتوا ما جبتوش عليا بحاجه، ده واجب عليكم وكان لازم تعملوه. طيب يعني الورق ده طلع فيستك؟ اقعد يا عبده، اقعد يا ليل. انا دلوقتي كلامي معاك انت يا ليل، انت اختي. ليه الحركات دي كلها؟ ايه القسوه دي؟ ابوكي اللي كان بيطفح الدم عشان يجيب لك اللقمه عشان انت طول تطرديه؟ عمرك اخد مكاني. طول عمرك ابوك مهتم بيك. طول عمرك اوسكار راح اوسكار جه، حتى في الكليه والتعليم. دخلك انت كليه خاصه واستخسر انا يدخلني كليه الطب اللي كنت هموت وادخلها. وفي الاخر اتجوزت واحد لا ليه شركه ولا ليه اصل ولا ليه فصل، وجوزتوني كمان في حته وحشه. ولما قلت لكم اقفوا جنبه وساعدوه عشان اعيش نص المستوى، انتوا الاتنين رفضتوا. مش ده كان اختيارك؟ كان اختيار. مش ده كان اختيارك يا ليل؟ وانتوا وافقتوا. وافقنا، ماشي. احنا غلطانين لك يا ليل، وهو الغلط هيتصلح. انت لازم تطلقها، انت مالكش عيش هنا. لازم تطلقها. لما خليتها تمشي وراك ورا سمك يبقى لازم تطلقها. وانت انت كمان غلطانه ان انت سمعت كلام واحد زي ده. انا فعلا غلطانه وندمانه. بص يا اوسكار، نهايه الكلام بقى اختك هي اللي عملت كل ده بجد والله. ومين اللي لسه كان قاعد معايا قبل هو ما يجي أنا يقول لي أصلاً مش كلميه باقي عليكي. عشان الف عليه واخد فلوس انا مش وأهبل. بقى عليكي عشان انت هتترمي دلوقتي في الزباله زيك زي الورق اللي هو زباله ده. عارفه ليه؟ عشان انت ما بقيتيش على ابوكي يا حلوه، انت رميت ابوكي بره البيت، عايزاني اعيش معاكي. بقول لك ايه، يا ابني انا اللي مش عايزه اعيش معاك اصلا. انت بالنسبه لي كنت كارت وبلعب بيه، ودلوقتي اللعبه بقت على المكشوف. ورق اللعب بقى على المكشوف، مش انا ماليش اهل ولا فصل. هسيب لك انت بقى الاهل والفصل اللي طردتيهم بره بيتك. يا ست يا غاليه يا حبيبه، هو حد يعمل كده في ابوه؟ اخوك مش قادر يرد عليا عشان عارف كلامي رايح فين وجاي منين. اقول لك على حاجه يا ليل، انت طالق وبالتلاته، وزي ما قلت لك كده كل بقى في نفسك ويبقى شوفوا واحد يتجوزك. باي، بسلمنا على اخوك وابوك. تعرفي ان دي اول حاجه صح ندل. عبد الرحمن يعملها. ندل ليه؟ مش هجيبه من بره. الطيور على اشكالها تقع. انت مش نسيتي اللي عملتيه في ابوكي؟ ما انت تستاهلي. هتختاري ايه غير كده؟ دي اشكالك. انت تستاهلي اكتر من كده كمان. بعد ما رميت ابوكي ومرات اخوكي في الشارع. مستنيه ايه بقى؟ مستنيه دكتور؟ مستنيه رائد فضاء؟ ده اشكالك اللي انت كنت لازم تختاريها من الاول. وعلى فكره
انا عذرك قوي عذرك كويس قوي كمان ان انت اخترت الاشكال دي. هي شبهك. اطلع بره بقى، اطلع بره. لما تتعلمي يعني ايه اب طالع عينه عشان يصرف على بنته، قعيد عاجز المفروض تاخدي بالك منه، طب ارجعي بقى بيتك هنا تاني وهشيلك فوق راسي. طب يا اوسكار. لما تعرفي يعني ايه اخ طالع بره متمرمط 5 سنين عشان يعرف يصرف على اخته، عشان يعرف يجوزها ويدلعها ويعيشها حياه كريمه، طب ارجعي هشيلك فوق راسي. لما تعرفي يعني ايه مرات اخوكي اللي طلع عين ابوها عشان تجوزني ليكي وتقنعني بيكي وفي الاخر تعملي فيها كده، طب ارجعي وهشيلك فوق راسي. اطلعي بره. عشان خاطري يا اوسكار سامحني، انا ماليش حد غيركم. هترمي اختك في الشارع؟ وانت ترمي ابوكي في الشارع؟ تعرفي وانا جاي لك هنا انا دايس على قلبي بالجزمه عشان اعرف اقول لك الكلمتين دول واطلعك بره. تعرفي دي؟ تعرفي انا ايه ليل ابوكي؟ هتسيبني في الشارع يا اوسكار؟ هتسيب اختك؟ لا قولي لي يا ليل، هو انت لما طردت ابويا اللي هو ابوكي كنت ترضاه فين؟ بين الديابه ولا ترضاه في قصر؟ كنت شايفه له حاجه ايجار جديد؟ ما تنطقي. انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اطلع بره بره بره. ميادة. ليل خير؟ ميادة انت اكيد عرفتي اللي حصل. حصل ايه اللي حصل؟ ميادة ما تعمليش نفسك مش فاهمة حاجة. انت صاحبتي وفاهمة وانا فاهماكي وانت فاهماني كويس قوي. انا مش عارفه انت بتتكلمي عن ايه اللي حصل، مش فاهمه. بتكلم عن اللي محمد اخويا عمله. بلاش بس تكلميني من فوق النضاره كده وتحسيني ان انت حالتي وكبرتي عليا. هو راح لكم؟ ايوه روح. ايوه وايه راح اللي حصل هناك. بقى؟ عبد الرحمن طلقني ومحمد كرشني. طلقك؟ ها؟ نفس كلام عمي بالظبط. سبحان الله، لما نضغط عليه هيبان على حقيقته. ميادة. هو ده الكلب اللي انت مشيتي وراه، صح؟ هو ده اللي خلاكي تطردي ابوكي وتطرديني، تطردي صاحبتك يا ليل، ها؟ ميادة انا اخترتك عروسه لاخويا عشان انا وانتي كنا اقرب اتنين لبعض، وصممت عليكي عشان انا بحبك. انا ما انكرش ان عبد الرحمن من كتر الجشع وطمع وخلاني زيه، بس والله العظيم ندمت. ميادة ما تسيبهمش يرموني في الشارع، وديني لبابا اتاسف له، وديني لبابا ابوس على ايديه ولا رجلي يا ميادة. ارجوكي ارجوكي يا ميادة والنبي ما تتخليش عني. خلاص يا ليل، تعالي تعالي تعالي. انا ايه اللي انا عملته في نفسه ده؟ طب ما انا كنت عايش كنت باكل احسن اكل وبصرف احسن الفلوس والدنيا كانت كل حاجه كانت بتجي لي لحد عندي. ليه وصلت نفسي للمرحله دي؟ ليه؟ ما كنت عايزني اعمل ايه يعني؟ وقاعده بتقول لي مالكش اهل ولا فصل. ايوه بس دي وعده من انانيه بتحب نفسها. تحب بقى نفسها ولا تحب بعيد عني. كويس ان انا خلعت من الموضوع ده، وانا كده كده اعرف اتعايش عايش مع الدنيا والحياه. فينك يابا تشوف اللي انا فيه؟ فينك ياما؟ كل الناس بيعايروني ان انا ماليش اهل، بس عادي ملحوقه. هروح مكان جديد واعمل اهل جديده وناس جداد واغير من نفسي وابقى شخص محترم وما شاركش في الغلط تاني، امشي في الصح. عشان كده انا دمرت نفسي. لما دمرت نفسي رجعت اراجع نفسي على اللي انا عملته في نفسي بقت بتعاتبني. خساره يا زمن. لازم افوق، لازم افوق. عايز افوق من اللي انا فيه. ميادة. بابا. بابا سيبيها ميتة. بابا انا كنت جايه لك عشان تسامحني، مش جايه عشان والله تقعدني ولا عايزه منك فلوس ولا عايزه منك حاجه. بابا ارجوك يا بابا اسمعني. بابا اديني فرصه بالله عليك. انا عارفه ان انا غلطت في حقك وجشعي وطمعي قتلوني والفلوس عمتني ونستني ان انا ليا اب والمفروض ان انا معاكش الوالدين.
انا خسرتك يا بابا بغبائي. بالله عليك يا بابا انا عايزاك تسامحني. سامحني، انا مش عايزاك تقعدني في بيتك لان انا استاهل اكتر من اللي يجرالي. بس يا بابا والنبي ابوس ايدك سامحني، ما تخليش الدنيا تغضب عليا اكتر ما هي، والنبي يا بابا عشان خاطري. امشي اطلعي بره. همشي اطلع بره، بس والنبي سامحني انا ندمت. مش مسامحك، امشي اطلعي بره. يا بابا عشان خاطري. امشي اطلعي بره. يا ماجد حماية عشان خاطري اسمع. بابا انا عبد الرحمن طلقني كنت عارف انه هيطلقك، كنت عارف. عند اول اختبار هيظهر على حقيقته، وندالته هبان، وقلبه المصدي هيظهر لك على حقيقته. بابا وكنت مستني اللحظه دي. امشي اطلعي بره. والله همشي اطلع بره، بس سامحني يا بابا. برا. مش عايش في الشارع كمان وتبقى غضبان عليا. مش عايزاك تقعدني، بس سامحني يا بابا بوس ايدك. سامحني عشان خاطر ربنا، عشان خاطر ليلى الطفله اللي ربيتها وكبرت على ايديك، عشان خاطر اي حاجه. الطفله يا اللي بابا. طردتني في الشارع. امشي اطلعي بره. بابا هي ندمت خلاص. يا بابا انا ندمت والنبي سامحني. سامحني يا بابا، انا ماليش حد غيركم. والنبي يا بابا سامحني والنبي. الله يسهل لك. عشان خاطري اديها فرصة تانية. يعني يا بابا خلاص مش هتسامحني؟ اطلعي بره. ندمت والله. استني يا ليل. اطلعي بره. حماية بس عشان خاطري. خلاص يا هي ميادة. ندمت. اطلعي بره. حماية عشان خاطري اديها فرصة واحدة بس. طب قول لي سامحتك اطلعي وأطلع بره. عشان خاطري يا اطلعي بابا. بره. اطلعي بره. ليل 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 استني. تعالي بس. بصي هو متعصب دلوقتي. انتي برضو اللي عملتيه فيه مش قليل يا ليل. ما تدخلي وحاولي تاني. حاولي تاني عشان خاطري. خلاص يا ميادة، سيبيه لما يهدى انا هبقى ارجع له تاني. مش هسيبه كده. حاولي تاني. بابا والنبي سامحني يا بابا. ميادة انا داخل. عشان خاطري اسمعها. ده بيتك انت عشان ومحمد. خاطري اسمعها. ده بيتك انت ومحمد. عشان عايزه خاطري. تقابليها فيه قبليها. يا بابا اسمعني بس. يا بابا سامحني والنبي يا بابا سامحني. مش عايزه اعيش معاك، بس سامحني والنبي يا بابا سامحني. انا ماليش حد غيركم. والنبي يا بابا مش هتبقى انت ومحمد والدنيا والزمان عليا. كفايه انا اتعلمت الدرس. والله انا اتعلمت واتربيت يا بابا. والله انا حاسه ان انا من غيركم عريانه، والنبي يا بابا عشان خاطري والنبي. يا بابا عشان خاطري. الله يسامحك يا بنتي. الله يسامحك. بصي ايده. يعني يا بابا انت سامحتني؟ الله يسامحك. بجد يا بابا ربنا ما يحرمني منك ابدا يا بابا. خلاص بقى خلاص. خلاص حماية سامحك بقى. خلاص ميادة بقى. طلعها فوق بجد يا في بابا؟ الاوضه الصغيره. يعني انت خلاص سامحتني؟ الاوضه اللي كنت فارشها لها. ده بجد يا بابا؟ والله يا بابا انا ما عارفه اقول لك ايه. انا بني ادمه زباله قوي، بس ما تزعلش مني يا بابا. طلعيها يا ميادة الاوضه. بابا خلاص سامحك اهو. اهدي بقى ورواقي كده. هطلع اوديكي اوضتك وهدخل اعمل الاكل. تمام؟ غيري بقى وتعالي انزلي ساعديني. يلا. ادخل. استاذ اشرف، ازيك يا عبد الرحمن؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ممكن اقعد؟ اتفضل اقعد طبعا. ممكن ايه؟ ده مكانك. يزيد فضلك يا استاذ اشرف، الله يخليك. خير يا عبد الرحمن؟ والله خير يا استاذ اشرف، بصراحه كده انا ما لقيتش حد كويس يعني وحد محترم زي حضرتك واجي اكلمه في الموضوع ده يعني. موضوع خير؟ محتاج فلوس ولا محتاج حاجه؟ لا هو مش كده بالظبط يعني. امال ايه؟ كل الموضوع ما فيه يا استاذ اشرف ان انا جاي اشتغل مع سيادتك، وبتمنى ان انت ما ترفضليش طلب. تشتغل معانا يا ابني؟ إن انت شاء الله. عبيط؟ هو إن انت شاء الله. محتاج ان شاء الله حتى اشتغل في البوفيه. كمان في البوفيه؟ يا ابني بقول لك هو انت محتاج ايه اللي انت بتقوله ده؟ وخلاص بقى يا استاذ اشرف. بقول لك ايه يا عبد الرحمن، هو اوسكار جه من السفر ولا لسه؟ اوسكار رجع. طيب يا عم ما دام رجع يعني مش هتحتاج لشغل. ما هو المشكله مش في كده يا استاذ اشرف، امال المشكله في ايه؟ ان انا طلقت ليل. ايه؟ زي ما سمعت كده. طلقت ليل؟ اه طب وانت طلقت ليل وجاي تشتغل هنا؟ والله طرد ابوها بره البيت
وطبعا انا ما قبلتش بكده ورحت مطلقها. عشان كده الحاج علي ما بيردش عليا عشان المشاكل دي. هو انت اصلا يا ابني عارف الشركه دي اصلا بتاعت مين؟ بتاعت مين يا استاذ اشرف؟ يعني انت مش عارف؟ لا ما اعرفش. قط. وانا ايوه محمد تعالى. عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. مالك في ايه؟ رحت واجهت ليل جوزها. وايه اللي حصل؟ حصل مصايب سودا. تعالى نقعد. تعالى اهدى بس، احكي لي كده بالراحه ايه اللي حصل. انا مش متخيل ان دي ليل اللي اتربت معايا وكنا بنقسموا اللقمه سوا. للاسف طلع جوزها ضحك عليها. فعلا عمل عندك حق، ما تتخيلش ان دي ليل اختك اللي انت ربيتها. ليل انت ايه اللي جابك هنا؟ ميادة كتر الف خيرها، انا جبتها. بقيت على العيش والملح اللي انا ما بقتش عليه يا محمد. انا اسفه يا محمد، حقكوا عليا. هو من النهارده انا هسمع كلامك انت وبابا في اي حاجه تقولوها لي، لاني بجد حسيت ان انا من غيركوا عريانه قوي. حسيت ان انا متحريه من غيركوا. حقك عليا يا محمد والنبي ما تزعلش. وبابا كمان سامحها. والنبي يا اخويا ما تزعلش، حقك عليا. انا اسفه لو كنت غلطت في حقكم، بس هي كانت لحظه شيطان وراحت لحالها، وانا اسفه. ولو دلوقتي مش عايزني في بيتك انا هخرج، هيبقى حقك تعمل اي حاجه انت عايزها. انا مسامحك يا ليل، مسامحك، ما تعيطيش. انت بنتنا في النهايه. ومين اللي قالك اصلا ان انا كنت هسمح ان انا اطردك بره وتقعدي بره والكلام ده؟ انا كنت عارف ان انت هتيجي هنا، كنت عارف ان انت هتيجي لابوكي. وكده كده كان هيجيبك اصلا. كويس ان انا قابلت ميادة، وانا اسفه بجد والله العظيم اسفه. غلطه ومش هتتكرر تاني. خلاص بقى بطلوا دراما. واهم حاجه بقى اللي انت قلتيها ان هي مش هتتكرر تاني، وانا عارف ان هي مش هتتكرر تاني، لان ده مش معدنك. ابوك اللي ربنا ما ربناش على كده، فانت اصلك طيب. ودلوقتي بقى يا ريت بقى نروح كلنا بقى البيت التاني. هو بابا فين يا ميادة؟ هو دخل جوه. جوه؟ طيب ماشي، انا هخش اجيبه بقى عشان. بس انا عايز اعرف حاجه قبل ما تخشي. نعم. انت كان عقلك فين يا ليل؟ كان عقلك فين؟ والحيوان ده بيضحك عليكي. تعالي وبيقول تعالي لك- اقعدي. ويقول لك كذا وكذا وكذا، ونضحكوا على ابوكي ونطلعوه بره والكلام ده كله. كان عقلك فين؟ كانت ساعة شيطان يا محمد، بالذات بعد ما كشفت وعرفت ان انا صعب الخلفة. كنت عايزة يفضل جنبي ومعايا. طيب. طمعت في حاجة مش بتاعتي ومش من حقي. طيب اديك عرفت حقيقته، حقيقته بانت. اول ما عرف ان المصلحه خلصت راح مطلعك ومطلع بره. انا كنت عارف ده كله. اهي ليلى رجعت لك يا حاج. رجعت لبيتها رجعت لك انت يا اخويا، مش انت اللي كنت عايزها؟ هي رجعت لك اهي. قلت لك ايه؟ اول ما يعرف ان ما حلتهاش حاجه هيعمل ايه؟ هيطلقها. حقك عليا يا بابا والنبي، بالله عليك يا بابا سامحني. مش هسامحك الا في حاله واحده، ايه يا بابا هي؟ تعملي الملوخيه اللي بحبها من ايدي. على فكره عايز بقى اقول لك على حاجه، الراجل اللي قدامك ده اللي عامل نفسه قلبه جامد ده كان دموعه بتنزل عليكي، كان صعبان عليه اللي انت كنت فيه بره. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا بابا ويخليك ليا. هعمل لك احلى طبق ملوخيه يا حاج، بس كده. ايه جاي؟ لا بقى مش هنا، في البيت التاني. لا هنا برضه. ماشي. عشان البيت ده هي ما كانتش تعرف بيه حاجه. ماشي يا ميادة. على فكره كل الفلوس اللي جوزتك بيها كانت من شقه اخوكي، انا عرفت الكلام ده من محمد لما جالي. وكل فلوس الشقه اللي كان بيبعتها كنت بشتري بيها حاجه. واللي انت ما تعرفوش اني اسست له شركه هنا، وشركه كويسه ومحترمه. الحمد لله، محمد كويس ويستاهل كل خير. ربنا واخوكي هيشغلك معاه. بجد هتنزلني معاك الشركه يا محمد؟ انا مش مصدقه والله. ده مش طلب، ده فرض عليه. يعني هو مش ناقص، مش محتاج وصايه. هو لوحده بيحبك وخايف عليكي. قبل الاكل في مشوار صغير لازم نروحه. مشوار ايه يا بابا؟ نسلم الراجل شركته بقى. ايوه. مش عايز تروح المكتب ولا ايه؟ والباشا ده كمان يتوظف معانا. خلاص يلا بينا. يلا بينا. كمان قلبك بقى حنين دلوقتي؟ طبعا. ايه يا استاذ اشرف؟ يعني انت قلت الشركه وسكت؟ هو انت مش عارف يا عبد الرحمن الشركه دي بتاع مين؟ السلام عليكم. استاذ اشرف، دين؟ تعبتك معايا معلش، لا ولا يهمك يا بس حاج. كان في ظرف كده حصل ثواني سيبيه. فكان لازم كمل يا اخلصه. حاج. هو ايه في ايه؟ الاخ ده هنا ليه؟ ده الاستاذ محمد صح؟ ده محمد ابني اوسكار،
ودي بنتي ليل، دي هنعينها مديره الاتش ار اللي بتعين الناس طيب اتفضل اقعد مكانك. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. اتفضلي يا استاذه ليل، تعالي هنا، تعالي جنب اخوكي. اه من هنا. في حاجه عايز اقول لك عليها. ده عبد الرحمن ايوه ما انا عارف عبد الرحمن جوز بيقولوا بنتي. ان هو طلق بنتك وجاي عايز يشتغل هنا. المهم والاهم يشتغل في الشركه هنا؟ هو عارف شركه مين دي؟ دي اللي انا عايز اعرفها. هو انت عارف ان الشركه ابن بتاعتهم؟ ممكن نشغله عامل نظافه يا بابا، هو ده اخر. لا الشركه مش بتاعتي، ده الشركه بتاعت الاستاذ محمد ابني اوسكار واخته شريكه فيها. طيب واضح ان الجو هيبقى عايم، استاذن انا. اتفضل يا استاذ اشرف. اتفضل. استاذ اشرف، في يا ابني هنا اللي فاضي يا استاذه، انت اللي فاضي عندك اللي عامل البوفيه ايه؟ عامل البوفيه وعامل النظافه. لا بوفيه ايه؟ نظافه طبعا. ايوه عامل خليه نظافة. نظافه، يمكن يتعلم ينضف من جواه. استلم يا ابني بدله النظافه وابدا بقى نظف في الشركه وكده. بص يا ابني، انا بالنسبه لي مش هاذيك زي ما انت اذيت ابويا واذيت اختي. انا بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله اول ما نفتح فرع جديد بعينك، انما هنا في الفرع ده مالكش شغل هنا. وانا بعمل ده رحمه، عشان لو عينتك هنا هفضل حاطك تحت ضرسي مش هرحمك. فاحسن لك ان انت تطلع بره تشوف لك شركه تانية. وعلى يا استاذ محمد، مبروك المنصب بتاعك ويا رب تعلى كمان وكمان. بس عايز اعرفك على حاجه، مش انا اللي عملت كده، اختك برضه هي اللي عملت كده. اختي هو بقى دمنا ولحمنا واحنا سامحناه، انما انت لا دمنا ولا لحمنا بس هي قبلت ان تعمل فيك كده واحنا سامحناها الاصل يرجع للتربيه. واحنا وأنا بالنسبة قبلت سامحناها. ان انا اعمل في ابويا كده لما سمعت كلام واحد رخيص وشطان شبهك. ما كنت سمعت كلام ما حدش قال لي كلمه ابوكي. اهو اللي حصل. معلش الحب اعمى بقى. تحاسب نفسك فعلا يا عليه. ميادة. بقول لك ايه، يلا اطلع بره وما اشوفش وشك هنا تاني. ماشي يا استاذ اوسكار، شكرا. داهية. على فكره هو عنده حق، بس انت في النهايه بنتنا ومش هننكد على بعض كل شويه. وكويس ان انت اتعلمت من غلطك ورجعتي وسطينا تاني. الحمد لله. خلينا يعني يا ليل المفروض ما كنتش رميت ابوكي ولا مرات اخوك في الشارع مهما حصل، مهما كان شيطان زن على ودانك. حقك عليا يا بابا، وغلطة وغلطتها يا جماعة وانا بس اسفة. بقى يا جماعه بقى، احنا هنفضل نعيد كل شويه في الموضوع ده. خلينا انا بس ليا طلب واحد يا ليل بعد اذنك. اتفضل. تعتذر الميادة، انت صالحتيني ورضيت ابوكي، الوحيده اللي لسه ما رضيتهاش هي ميادة. ميادة فاستاذنك صاحبتي انت وعمرها كمان ما ترضيني. هتزعل مش مني. مستاهله. انا اسفة يا ميادة، حقك عليا. استنى بقى في الشغل يا محمد، اتفضل الفايل يا بابا. قدامك ده في كل تفاصيل الشغل والشركه يا جماعة احنا عايزين نحضر الاهم لافتتاح الشركة. ما تقلقش يا بابا، كل الشغل هيمشي على قد مساق زي ما بيقولوا. احنا عايزين نحضر لافتتاح الشركة يا محمد، وعايزين نعمل افتتاح يليق بالشركة ولا ايه؟ باذن الحمد الله لله هيحصل. ان انا اديت رسالتي يا ابني معاك. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا بابا. يا رب.